هاي سياسة الكيل بالمكيالين مو صنعوها الآخرين، صنعوها الشيعة، قياداتنا المنبطحة اللي تخاف تقول أنا شيعي. قياداتنا المنبطحة اللي تخاف تقول أنا شيعي، اللي ظلينا نجامل إخواننا وأنفسنا وإخواننا وأنفسنا. بالتالي أنفسنا داست علينا، مو لهالدرجة يا أخي. قياداتنا المنبطحة اللي تخاف تقول أنا شيعي، اللي ظلينا نجامل إخواننا وأنفسنا وإخواننا وأنفسنا، بالتالي أنفسنا داست علينا، مو لهالدرجة يا أخي. قياداتنا المنبطحة اللي تخاف تقول أنا شيعي، اللي ظلينا نجامل إخواننا وأنفسنا وإخواننا وأنفسنا، بالتالي أنفسنا داست علينا، مو لهالدرجة يا أخي. هاي سياسة الكيل بالمكيالين مو صنعوها الآخرين، صنعوها الشيعة، قياداتنا المنبطحة اللي تخاف تقول أنا شيعي، اللي ظلينا نجامل إخواننا وأنفسنا وإخواننا وأنفسنا، بالتالي أنفسنا داست علينا. يروا منكم خير، أنا أشيمكم، أستنهض فيكم هذه الهمم، أكثر من هذا ما أفعل. أنتم في مواقع مسؤولية متعددة، تنازل لأخيك، تنازل. هذا الشحن ماذا تريدون؟ تحصل هناك حرب طائفية، يحصل هناك حرب قومية لا قدر الله، حرب طائفية لا قدر الله، ماذا تريدون؟ واقعا لابد أن أسأل، أحد يدفع لكم حتى تصرحوا هكذا؟ أنتم تربيتكم ليس من البلد؟ أسأل، هذه أسئلة تثار. من يدفع لكم؟ من الداخل؟ من الخارج؟ ماذا يريد هذا الدافع؟ لماذا يجعلكم أنتم حطب لناره؟ لماذا؟ العراق بلد متناسب سكانا وأرضا، أهلنا جميعا في كل بقعة، تعاملوا بهذا النفس. ما يخالف، هو يريد يتقارب، المصلحة العامة، يريد يتقارب خليه يتقارب، يريد ينبطح خليه ينبطح. أنا ما قاعد أحكي عنه، أنا أحكي عن لا، تفاعلات الآخرين. كل الآخرين يريدون يتقاربون خليه يتقاربون، يريدون ينبطحون خليه ينبطحون، يريدون مقبولية خليه يروحون للمقبولية. مو مطلوب من عندنا كنا ننبطح، مو مطلوب من عندنا كنا نصير حبابين. لا، أنا عندي قناعاتي انبطاح. هاي أنا ولن أتغير، شاء من شاء وأبى من أبى. يحجون علي، يقولون تصير مشاكل، يقولون طائفية، يقولون طلعت من كذا ماك. هاي أنا. من يدفع لكم؟ من الداخل؟ من الخارج؟ ماذا يريد هذا الدافع؟ لماذا يجعلكم أنتم حطب